السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا حبايب قلبي، كده ده الفطار بتاع اول يوم رمضان. هقول لكم بقى ده ايه هو كده. كل سنة وانتم طيبين. دي فردة كوارع انا جايباها طبعا، بقى لها كده يومين في التلاجة. ودي فشة ماشي، ودي كرشة، وده ممبار ماشي يا حبايب قلبي. انا كده نضفتهم كويس قوي، حطيت كل حاجه في كيس كده عشان مفيش حاجه تطلع ريحه على التانية، لان انتوا عارفين ريحه الممبار بتبقى قويه، هي وريحه الكرشه حتى بعد ما ننضفهم. طبعا ربطتهم كده في كيس، كل حاجه في كيس يعني عشان يبقوا يبعدوا عن بعض، وحطيتهم في طبق واحد. دلوقتي بقى تيجوا معايا بقى كده على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. هنا كده يا امارات انا حاطه حله على البوتاجاز، ودي الحله التانية، يبقى كده حلتين على البوتاجاز حاطه فيها بصل ورق لورا. دي بصل ورق لورا، ودي بصل بردك ورق لورا. نجيب بس الحبهان ماشي. هنحط ايه بقى دلوقتي؟ نسمي بسم الله كده. ده الفلفل الاسمر، نحط كده ايه فلفل اسمر هنا شويه، وهنا بردك شويه. رشه القرفه بقى الجميله دي اللي بتحوش اي زفاره، هنا شويه وهنا شويه. وكمان غير ان هي بتحوش اي زفاره من اللحوم او الفراخ، بتدي طعم حلو قوي. وهنا احط بردك ايه رشه جنزبيل، دي رشه جنزبيل. لو انت عندك جوز الطيب وعايزه تحطي بدل الجنزبيل، ممكن تحطي جوز الطيب. هنا بقى البهارات المشكله اللي عندي دي، هاخد كده ايه، شايفين المعلقه دي صغيره قوي، هاخد كده نص معلقه الحله دي، ودي نص معلقه في الحله دي. ما تستغربوش يا جماعه ان انا بحط بهارات على الشوربه. البهارات دي بتبقى يعني شويه توابل كده مجمعين او 7 بهارات، بتدي طعم حلو جدا جدا للشوربه. عندي بقى هنا الحبهان، الحبهان حلو. نحط 4 في كل حلة، بسم الله. بس كده يبقى حطينا بصل، ورق لورا، حبهان، فلفل اسمر، قرفة، وجنزبيل. وهنا نفس الحكاية برضو ماشي يا حبايبي. هروح بقى اشطف الكوارع واشطف الكرشة كويس قوي، بحطهم ايه قدامكم في الحالة. بصوا كده بقى يا امارات، انا جبت كده فرد الكوارع اللي هي العجال الصغير. خلاص كده يا امارات اهي دخلت على الغليان. اديها بس تقليبه كده الحته بتاعت الكوارع، نزل كده بسم الله. ماشي يا حبايبي، هسيبها بقى تستوي، ودي بقى تطلع لنا احلى شوربه كوارع. مش هروح بقى اشطف الكرشه كده شطفه حلوه برضو كمان مره، ونرجع نحطها معاكم. خلاص كده يا امارات، الميه اللي احنا حطيناها للكرشه غليت اهي. بصوا بقى، انا مسكت الكرشه دي كنت جايباها سودا خالص، بصوا بقى خليتها عامله ازاي، نضفتها وخليتها زي الفل. شايفين خليتها بيضه ازاي، وقطعتها كده قطع صغيره كده احسن، عشان لما نيجي ناكلها القطع كده على طول في اللقمه. شايفين بقى خليتها زي الفل. هننزل بقى كده الشوربه على طول، على النار، نصفي بقى كده من الميه. وهننزل على طول كده بسم الله الرحمن الرحيم، وهنعمل احلى فطار يا حبايب قلبي النهارده. الاكله دي بقالي كتير قوي نفسي اعملها واجلتها، قلت لا لازم اكلها اول يوم رمضان. هنعمل بقى كده احلى اكل معاكم النهارده ان شاء الله، واحلى فطار. بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم تحطوا لنا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تشجعونا كده ان احنا نعمل لكم فيديوهات حلوه.
ماشي يا حبايب قلبي، كده خلاص حطينا الكرشة بتتسلق، وهنا الكوارع. ماشي. وطبعا الممبار ده هغسله تاني لما اجي بقى ان شاء الله احشي كده. والفشة برضو هسلقها، لازم الفشة دي تتسلق كده على جنب. ماشي يا حبايبي. وزي ما قلت لكم شجعونا كده باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زرار الجرس. خليكم معايا. بصوا يا امارات، كده انا حطيت حلة صغيرة عشان اسلق فيها الفشة. ودي برضو خدت لي حتة حلويات مع الفشة وكده. هسلقها بقى وهتبلها دلوقتي. هتبلها نفس التوابل اللي حطيتها للكوارع وللكرشة. مش انا حبيت بس اعرفكم ان انا هسلقها. لازم تتسلق الفشة الاول قبل ما نقطعها ونحطها في نشوحها او نعملها في صينية السمين. لازم تتسلق. ماشي يا حبايب قلبي. بصوا يا حبايب قلبي، كده انا اوريكم بقى. انا حطيت الكوارع والكرشة على النار. هما كده خلاص تقريبا كده استووا. خلاص هطفي عليهم. ودلوقتي بعمل التسبيكة. طبعا عملتها معاكم قبل كده، مش محتاجة ان انا اعملها معاكم. كنت مفرزه الكرنب ده في الفريزر. بصوا حتى لسه متلج. وعملت تسبيكة المحشي. دلوقتي بحشي الكرنب. وهنا في الحلة الصغيرة دي هعمل فيها ورق عنب ان شاء الله. وبعد كده هحشي الممبار معاكم باذن الله. ماشي يا حبايبي. عشان ما اطولش عليكم الفيديو بقى اوريكم الحاجات دي واحنا بنسويها ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. بصوا كده يا امارات، خلاص كده المحشي بتاعنا استوى. بصوا لقيناه بالشوربه بتاعت الكوارع. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وده الورق العنب اهو برضو استوى خلاص يا حبايبي. شايفين هنا الفشه هحط عليها دي. هقطعها دلوقتي عشان هبتدي بقى اعمل صينيه دي. الكوارع خلاص كده استوت برضو بتاعتنا. بصوا بسم الله ما شاء الله. دول بقى قطعت كده حته ليا زي ما انتم شايفين. الصينيه الكبيره بقى دي عشان هعمل فيها السمين اهي ساحت كده. هنبتدي بقى ننزل الكفته. اللحمه دي ربع كيلو لحمه مفرومه، وشرط عليه بصلتين صغيرين، وحطيت ملح وفلفل اسمر بس كده، ولا اخضر ولا حاجه. هنبتدي بقى ننزلها كده، نديها كده صدمه كده. والكبده عندي بقى كده ربع كيلو برضو الكبده. دي صينيه السمين المتين يا جماعه. نوزع الكفته كده. سلام على ريحه اللية بقى يا جماعه، يا سلام. والممبار بقى اوريهولكوا دلوقتي بيستوي اهو على النار. مش هنشوحها دلوقتي، مش هنديها تقريبا دلوقتي الا لما تاخد صدمه. ماشي يا حبايبي، هنديها صدمه كده وارجع معاكم تاني. بصوا يا حبايب قلبي كده الممبار اهو. بصوا بقى الممبار وجماله بيستوي اهو. بصوا ما شاء الله. شايفين اكله متينه متينه يعني. هندي الكبيبه دي او الكفته دي صدمه يا حبايبي وارجع معاكم. بصوا يا حبايبي كده شوحنا اهو الكفته. هرجعها بقى كده على جنب. وهننزل بقى الكبده كده. عايزه بقى طحال حطي بقى، عايزه حلويات حطي. انا جبت اللي احنا بناكله يعني الكبده الكبيبه الفشه واحط ممبار عليها. جبت الحاجات اللي احنا بناكلها. بص يا حبايب قلبي بقى، عقبال ما الكبده كده تاخد صدمه وتتشوح هروح انا اقطع كده كام بصلايه، واقطع قرن فلفل كده رومي لو عايزه حامي حطي. وهجيب شويه توم وايه وارجع معاكم تاني. بصوا كده يا امارات، بعد ما ادينا الكبده كده 10 دقايق على النار شوحناها، ركنتها على جنب كده شويه. وحطيت البصل كده مع الفلفل، بصلتين قطعتهم جوانح كده بتدي الطعم الحلو للسمين. واديني بشوح فيهم. بصوا يا جماعه، وقطعت هنا بقى الحلويات، حته من الحلويات او حته من الزور. ودي الفشه بعد ما سلقناها. ماشي يا حبايبي، هنزل عليها بس هتبل دلوقتي. هتبل بقى دلوقتي كده. بسم الله. فلفل اسمر،
وعندي برضو توم هحطه دي كده، شويه بهارات، مش هحط حاجه اكتر من كده عشان الطعم ما يتغيرش. بهارات فلفل اسمر، ملح. اديها بقى تشويحتين كده على النار يا جماعه، نحس البصل كده بس طري شويه، انا عايزاه يقرمش ما يتهريش. وبعد كده هنزل بقى بالفشه والحاجه اوريكم الاكل. وهنا الكرشه بنسخنها بعد ما استوت، الممبار اهو شغال برضو على النار. شايفين بقى جمال الحلاوه. نوريكم بقى الاكل يا جماعه في الاخر يا حبايبي كده. يا امارات انا بحمر الممبار، وهنا خلاص صينيه السمين خلصت. شايفين بقى الجمال والحلاوه، شايفين بقى، ولا اجدع صينيه سمين. شايفين دي بقى لو انت هتشتريها من بره هتشتريها بكام؟ حمر كده الممبار وبسخن الكوارع اهو، عشان بقى دلوقتي بقى كده ان شاء الله ندخل في الاكل ونوريه لكم بعد ما نحطه على الصينيه. بصوا كده يا امارات كده، ده المحشي بتاعنا غرفناه كروم، ده السلطه الخضراء، ده الممبار، ده السمين. شايفين بقى جمال السمين، ده ورق العنب، دي الكوارع بالشوربه، دي الكرشه. انا مذنباهم. متنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس.